معاشر المسلمين، هذه كانت نحوا من خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يستفتح بها مخاطباته صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يرفع بها صوته ويشتد بها غضبه وكأنه منذر جيش صبحكم أو مساكم، فصلوات ربي وسلامه عليه في جل خطبه وفي أكثر خطبه بل في كلها يحذر من محدثات الأمور ويقول إن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار. هذا التحذير المتكرر منه صلوات ربي وسلامه عليه يدل على عظم أمر البدع في الدين، قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. خطبة الجمعة للشيخ المبارك أبو ماجد البيحاني حفظه الله. وإن هذا الشهر لموسم من مواسم الخير من جهة، وموسم لأهل البدع في نشر مبتدعاتهم، فيستغلون ما يسمى بالتواصل الاجتماعي من الواتساب وغيره، فينشرون الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة التي جاءت في شهر رجب ولم يصح منها حديث بذاته في شهر رجب، بأن العمل الصالح له مزية على غيره من الشهور إلا ما كان من شهر رجب، أنه شهر حرام تعظم فيه الحسنة وتعظم فيه السيئة، وهذا خاصة بالأشهر الحرم كما قال ربنا جل ذكره إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم 4 3 متتابعة وشهر فرد، فأما 3 الشهور المتتابعة فهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وأما الشهر الفرد فهو شهر رجب مضر الذي هو في وسط السنة وهو الشهر السابع من السنة الهجرية، والتي هي بعنوان من حكم الله في شهر رجب، من حكم الله في شهر رجب ورد المحدثات على المبتدع. كانت هذه الخطبة 6 من شهر رجب لعام 47 و400 وألف من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. ألقيت هذه الخطبة في مسجد الأنصار بمدينة العند محافظة لحج حرسها الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد،
فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، هذه كانت نحوا من خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يستفتح بها مخاطباته صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يرفع بها صوته ويشتد بها غضبه، وكأنه منذر جيش صبحكم أو مساكم، فصلوات ربي وسلامه عليه في جل خطبه وفي أكثر خطبه، بل في كلها يحذر من محدثات الأمور، ويقول إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا التحذير المتكرر منه صلوات ربي وسلامه عليه يدل على عظم أمر البدع في الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال أهل البدع إن أهل السنة قد أكثروا علينا من الكلام في البدع، يقولون بدع، فنقول ليس نحن الذين أكثرنا الكلام، بل نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أكثر الكلام في مسائل البدع. جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلماذا المبتدع يتعب نفسه بالبدع وهي مردودة عليه بنص كلام الله وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكذلك كيف نقول هناك بدعة حسنة وهو عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة، لم يقل بعض البدع. كلامه عربي فصيح محكم صلوات ربي وسلامه عليه، فلماذا نلف وندور حول أدلة الشريعة المحكمة ونقول هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة؟ لا، ليس إلا كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: ليس إلا بدعة سيئة، بدعة تدخل النار والعياذ بالله. فتفطنوا رحمكم الله. جاء من حديث في السنن من حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا بها على النواجذ. كناية عن التمسك وشديد التمسك بالسنن، لأن السنن سيأتي مع غابر الزمان من يغيرها، فأمر أن تعض بالأسنان تمسكا بها حتى لا تفلت على صاحبها. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،
وكل ضلالة في النار. كذلك يشقب أهل البدع على أهل السنة ويقولون السيارات بدعة والطائرات بدعة وغيرها من الآلات الحديثة اليوم. نقول هذه أمور الدنيا الأصل فيها الإباحة إلا ما خالف الشرع، وأما أمور الدين فإن الأصل فيها التوقف والتحريم حتى يرد دليلا يدل على مشروعية أي عمل، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فتفطر رعاك الله. وإن هذا الشهر لموسم من مواسم الخير من جهة، وموسم لأهل البدع في نشر مبتدعاتهم، فيستغلون ما يسمى بالتواصل الاجتماعي من الواتساب وغيره، فينشرون الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة التي جاءت في شهر رجب، ولم يصح منها حديث بذاته في شهر رجب بأن العمل الصالح له مزية على غيره من الشهور إلا ما كان من شهر رجب، أنه شهر حرام تعظم فيه الحسنة وتعظم فيه السيئة، وهذا خاصة بالأشهر الحرم، كما قال ربنا جل ذكره: إن الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم 4 3 متتابعة وشهر فرد. فأما 3 الشهور المتتابعة فهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. وأما الشهر الفرد فهو شهر رجب مضر الذي هو في وسط السنة، وهو الشهر 7 من السنة الهجرية. فيحرم على المسلم في كل الشهور الظلم، والظلم بأنواعه 3: الظلم العظيم في حق الله وهو الشرك بالله، قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم والبغي في حق العباد، فإن الأصل فيه المشاحة، فمن استوفاه في الدنيا وإلا سيستوفي حقوق الناس في الآخرة ولا بد. وكذلك دون ذلك ظلم النفس بالذنوب والمعاصي. فهذه الأنواع 3 من الذنوب تتوقع طوال السنة وتتجنب طوال السنة، إلا أنها تعظم في الأشهر الحرم لتعظيم الله لهذه الأشهر زيادة على بقية الأشهر. فشهر رجب شهر محرم. ومما جاء في حكمة تشريع هذه الأشهر أن 3 الأشهر التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم أنها أشهر في تسبق الحج وتختم الحج، بمعنى أن الحاج يزور بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، فيأتون من أماكن بعيدة، فجعل لهم شهرا حراما قبل الحج، حتى إذا سافروا لا تنتهك أموالهم ولا تسلب دماؤهم، فيأتون آمنين من أبعد الأباعد إلى مكة يؤدون الشهر الحرام، يؤدون مناسك الحج. فإذا أدوا مناسك الحج رجعوا في شهر حرام ووصلوا إلى ديارهم قبل نهاية الشهر الحرام صيانة لدمائهم وأموالهم. وهكذا
كان في الجاهلية كذلك، ثم جاء الإسلام وأقر هذه الأعمال الطيبة، ثم بقيت إلى يومنا هذا أشهر معظمة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وفي نفوس المسلمين، فلا يتعدى الناس على أموال بعضهم البعض، ولا يبتدئون القتال في الشهر المحرم، بل له حرمته الخاصة به. ومن حكمة شهر رجب أنها تشرع فيه العمرة، والعمرة عباد الله لم يثبت فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتقصدون العمرة في شهر رجب لأنه شهر حرام، فيشرع للناس القريبين من مكة أن يذهبوا خلال الشهر ويعودون، وذلك صيانة لأموالهم وصيانة لأنفسهم. فهم في شهر حرام يتقصدون زيارة البيت الحرام ويؤدون العمرة، وقد ثبتت أداء العمرة وتقصدها عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين، منهم أصحاب ابن مسعود، حتى قال قائلهم: كانوا لا يعدلون على عمرة رجب شيئا، فدل على مشروعية العمرة في رجب بخلاف الأعمال الأخرى، فإن شهر رجب لا يزاد فيه إلا ما كان في بقية الشهور، فلا تزاد قيام ليل ولا صيام نهار ولا ذبيحة ولا عتيرة ولا رجبية، فإنها لم تشرع. وقد كانت العتيرة في أول الإسلام مشروعة وجاءت نصوص بمشروعيتها، لكن هذه النصوص قد نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: لا عتيرة ولا فرع في الإسلام. فانتهت هذه العادة التي كانت في زمن الجاهلية، ثم بقيت إلى أن جاء الإسلام، ثم نسخ الله هذا الحكم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا فرع ولا عتيرة ولا رجبية في شهر رجب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد البر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الشفاعة وحامل لواء الحمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي العزم والمجد. أما بعد، عباد الله، فإن شهر رجب فيه أعياد مبتدعة. يزعم بعض الناس أن أهل اليمن دخلوا الإسلام في أول جمعة من رجب، وأن أول جمعة أقيمت في اليمن بعد الإسلام هي أول جمعة في رجب، وإن كان كذلك ولم يثبت في التاريخ ذلك، إلا أنه لا يشرع أن يحتفل بأول جمعة في رجب، ولا تخص بصلاة تسمى عند بعض الناس صلاة الرغائب، لأن الأحاديث التي جاءت فيها واهية لا تبلغ درجة الاحتجاج بها. وكذلك الأعياد ليس للمسلمين أن يعتادوا عيداً إلا ما شرع الله لهم ورسوله. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنصار لهم يومان يحتفلون فيهما بالسنة، فقال لهم: إن الله عز وجل قد أبدلكما بيومين أفضل أو أحسن منهما، ونهاهم أن يقيموا أعيادهم التي اعتادوها من قبل الإسلام
في زمن الجاهلية، وبقيت الأعياد المشروعة: عيد الأسبوع وهو الجمعة، وعيد الفطر الذي هو ختام شهر رمضان، وعيد الحج الذي هو فرحة بإتمام مناسك الحج والوقوف بعرفة ومزدلفة. إذن هذه الأعياد هي التي موجودة في شريعتنا، وليس لنا أعياد غيرها. ومن اتخذ عيداً على سبيل التعبد فإنه وقع في البدعة والعياذ بالله، وخالف نصوص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جعل أعيادا دينية ولم يقصد بها التعبد كذلك وقع في المخالفة، لأن الله ورسوله نهى أن يشرع وأن يزاد في الشريعة، وأمر بالاقتصار على الشريعة. فلا عيد ولا عيد عمال ولا عيد ثورة ولا أي عيد من الأعياد التي يحتفل فيها الناس، فلا ينبغي أن يعيد الناس إلا بما شرع الله ورسوله. فإن فعل ذلك ولم يقصد التعبد فهو عاص لله ورسوله. ومن تعيد عيدا يتقرب به إلى الله عز وجل فهو كذلك وقع في أشد من ذلك، وهو أنه جمع مع المخالفة نية التعبد فيما لم يشرعه الله. فمن أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكان لأهل اليمن عيدين مبتدعة في شهر رجب: عيد أول جمعة يزعمون أن أهل اليمن دخلوا الإسلام في ذاك الوقت، وعيد في ليلة 27 من شهر رجب يزعمون أنه أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وفوق السماء السابعة في ذلك التاريخ. ولم يثبت هذا التاريخ، وإن ثبت فلم تشرع الشريعة، ولم يدلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أن نجعل هذا عيدا. وهذا 17 رمضان كان فيه أعظم وقعة، كان يوم الفرقان، يوم بدر الذي فيه التفريق بين الحق والباطل، وفيه إعزاز الدين وهزيمة المشركين في أول معركة وإقامة شوكة الإسلام. فلم يشرع التعبد بالتعيد فيها في كل شهر من شهور السنة في 17 رمضان. وهكذا ليلة السنة الهجرية فلا يشرع الاحتفال بها، ومن احتفل بها فقد ابتدع في الدين والعياذ بالله. فتمسكوا رحمكم الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن مسعود: اقتصدوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا، فإن الاقتصاد على السنة خير من الزيادة بالبدعة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي أن الله عز وجل هو ورسوله صلى الله عليه وسلم قد شرع الشرائع وطبقها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتميز صحابته بأنهم لم يبتدعوا في الدين قط، بل حافظوا على السنن وأقاموها وعلموا الناس شرائع الإسلام، ونقلوا كل خير وحذرونا من كل شر. فلم يبق لنا إلا أن نجتهد في تأدية ما شرع من الدين، وأن نقوم بأمر دنيانا بما أباح الله لنا، حتى نصبح ناس نستغني عن الكفار، ونكون ذا سيادة وذا صناعة
وكذلك نكون قويين من الجانب الحربي، لأن الإسلام يحث على هذا. فقد قامت دول الإسلام العظام على هذه قوتين: تمسك بالدين وإقامات للصناعات الحربية التي تحمى بها حوزة الدين. واليوم يدعون إلى الوطنية وإلى الانفلات عن الإسلام، ويقولون نحمي الوطن، بل نريد أن نحمي الدين في وطننا وفي الوطن الإسلامي جمعا. فنحن أهل وحدة، ونحن أهل تمسك بالدين الذي يأمرنا بأن نعامل المسلمين معاملة واحدة، نعامل المسلمين على أنهم مسلمون، لا نعاملهم على أنه مغربي أو شامي أو يمني، بل نعاملهم على أنهم مسلمون. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم انفعنا بالقرآن الذي رفعت أركانه، وانفعنا بالسنة إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارفع راية التوحيد والسنة في أرض اليمن خفاقة، وفي أرض المسلمين وفي كل مكان. اللهم اعز الإسلام والتوحيد والسنة في أرض اليمن وفي كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم وجميع الأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارفع عنا الوباء والبلاء، وارفع عنا الربا والزنا، وارفع عنا المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، خذ بنواصينا للبر والتقوى، ووفقنا للعمل الذي ترضى، ورد المسلمين إليك ردا جميلا، واجعل السلطة والولاية لدينك وأهل دينك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تفعلون. وأقم الصلاة.